السلام عليكم ورحمة الله، حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. أنا ماما نونا، والنهاردة هحكي لكم حكاية جديدة. حكاية ايه يا ترى؟ حكاية المهندس الصغير. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا ولد اسمه زياد، كان مؤدب جدا وبيحب ماما وبابا كتير، وكمان بيحب مدرسته. في يوم من الأيام لما راح المدرسة بتاعته، دخلت عليهم الأبلة دعاء بتاعة الدين. قالت لهم السلام عليكم، قالوا لها وعليكم السلام يا أبلة دعاء. قالت لهم النهاردة هناخد درس جديد في الدين، درس اسمه العمل عبادة. حبايبي، كل واحد مننا لازم يكون عنده عمل بيعمله كل يوم، وبيكون كمان العمل ده مسؤول منه. يعني انتوا لسه صغيرين، فالعمل اللي مطلوب منكم ان انتوا بتروحوا مدرستكم وبتعملوا واجبكم وبتروحوا الدروس بتاعتكم وبتذاكروا وبتساعدوا بابا وماما في الحاجات اللي تقدروا تعملوها لهم. واحنا عشان احنا كبار، كل واحد فينا برضو عنده عمل. يعني أنا كمدرسة لازم أعمل بجد، وعشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني ويرضى عن شغل اللي أنا بعمله، لازم أعمله بإتقان. وبرضو المهندس لازم يشتغل كويس ويطلع أحسن شغل عشان ربنا يحبه، والناس كمان تحب تيجي عنده. مين فيكم يا حبايبي يحب إن هو يكون مهندس؟ راح زياد رفع إيده وقال لها: أنا يا أبلة نفسي أكون مهندس، ونفسي أكون مهندس كبير كمان، وأعمل عماير وأعمل فلل، وكمان أرسم مخططات كده، وكمان أرسم للناس اللي عايزة تعمل شقة أرسم لهم شقة، واللي عايز يعمل عمارة أعمل له عمارة، وابقى صاحب شركة كبير. قالت له: بإذن الله يا زياد. قال لها: وحاجة كمان، هعمل فيلا كبيرة لماما، عشان أنا كل شوية لما بقعد ألعب بالمكعبات وأعمل أشكال هندسية، باقعد أقول لماما إن أنا هابني لِك فيلا كبيرة، وباقعد كمان أعملها لها بالمكعبات عشان أنا باحب المكعبات أوي. قالت له: برافو يا زياد. راحت رؤى رفعت إيديها وقالت: وأنا يا أبلة كمان نفسي أكون دكتورة أسنان، ويبقى عندي عيادة كبيرة، والناس كلها تحبني وتيجي عندي. راحت قالت لها: بإذن الله يا رؤى، يبقى إحنا عندنا المعلمة والمهندس وكمان الدكتورة. مين تاني يا حبايبي؟ راح آدم رفع ايده وقال لها: وأنا كمان نفسي أكون ضابط كبير، والناس كلها تحبني وأقبض على الحرامية. راحت قالت له: برافو عليك يا آدم، إن شاء الله تكون ضابط كبير. وراح كمان مروان قال لها: أنا بقى عايزة أبقى نقاش وأعمل أشكال على الحيطان. قالت له: إن شاء الله. وقالت لهم: في كمان النجار ما ننساش، وبرضه من غير النجار مش هيبقى عندنا بيبان ولا دواليب ولا سراير. وكمان في السباك، لو أي حاجة باظت في المكان بتاعنا مش هنعرف نستخدم الحنفيات، والمية هتبقى في كل حتة. وعندنا كمان أعمال كتيرة جدًا يا حبايبي. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل واحد فينا عمل لازم يعمله، ويعمله كمان بضمير علشان خاطر ربنا يحبه. صح والّا لأ؟ قالوا لها: مضبوط يا أبلة دعاء. راح جرس الحصة خلص، وقالت لهم: للأسف الحصة بتاعتنا خلصت يا حبايبي، المرة الجاية هاكمل لكم بقية الأعمال اللي موجودة، لأن العمل عبادة، وكل واحد فينا زي ما أنا قلت لكم لازم يعمل بجد عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبه والناس كمان تحبه. وخلص اليوم الدراسي ورجع زياد على بيته يا حبايبي، ولما جه وقت اللعب أخد المكعبات بتاعته وقعد يلعب بيها ويعمل بيها أشكال كتيرة جدا. وبعد سنين كتير، شايفين زياد فين؟ زياد هناك أهو،
قاعد بيرسم عشان خاطر في عميل طلب منه إن هو يعمل له بيت كبير، وبكده يكون زياد حقق حلمه إن هو يكون أكبر مهندس يا حبايبي. ويا رب كلنا نحقق أحلامنا. كده تكون حكايتنا خلصت النهاردة. إن شاء الله تكون عجبتكم، وفضلا وليس أمرا لو الحكايات بتاعتنا عجبتكم اعملوا اشتراك، وكمان اعملوا إعجاب وفعلوا الجرس. مع السلامة.